تونس انستال اول روبو، نفس الروبو ديالنا، وشراوه وداروا اول عمليه جراحيه. هاد الناس ديال تونس. ودابا غادي نديروا واحد الكونفونسيون بيننا وبين تونس باش تكون عندنا البارتنيريا بجوج. هنا غنجاوبك على واحد السؤال سولتيني. الديريكتور ديال لوبيتال ديال السنغال اتصل بيا والبارح وقال لي بغا يجي عندي باش يدير كونفونسيون باش يجيو يفورميو الناس عندنا في الشيرورجي روبوتيك، لانه عرفنا باننا انطلقنا بواحد السهم، و جو بونس غادي دابا شويه غادي يبان الناس كيجيو. دونك هاد القضيه امبورطونت. ثالثا كان عندنا واحد الاتصال بالناس ديال ستراسبورغ اللي عندهم واحد السونتر دو فورماسيون ديال الشيرورجي روبوتيك اللي كيتسمى ريختات كاين في ستراسبورغ. اتصلنا بهم وان شاء الله بحول الله غادي يكون عندنا لقاء معهم باش نحاولوا نديروا انفورماسيون اللي تكون هنا والهيه باش يتفورما جميع التخصصات وجميع البيرسونيل اللي ديال الشيرورجي روبوتيك باش نشوفوا ليكسبيرتيز. ومن هذا المنبر بغيت نقول لكم بان كليه الطب بصفه عميد كليه الطب الان كتوفر على الجهاز الروبو ديال المحاكاه، يعني السيمولاتور دو روبوتيك اللي تشرب واحد الثمن باهظ باش كل شيء كيمشي يتفورما فيه تما فقط. يعني جامي لا بروميير فوا سور ان مالاد، يعني كيتفورما في واحد لو سيمولاتور وعاد كيتفورما في لا ماشين. وهاد لا ماشين عندها واحد لو كومبليمون اللي ما تلقاش لكم، هو واحد لو كومبليمون ديال دو فورماسيون اللي ماشي على المريض، اللي كيعتمد على لي ماكيت باش عاد الواحد كيدوز للمريض. ولا فورماسيون ديال التخصصات كلهم درنا لا فورماسيون ديال هاد الروبو في مدينه كوريا، مشينا ليهم في 3 تخصصات مشينا كاملين تماك وجلسنا لمده 3 أسابيع ولا اسبوعين وشويه عند الناس ديال كوريا الجنوبيه اللي هما وصلوا ل 12 روبو انستالي عندهم واكسبورطاو شي 5 ولا 6 ديال لي بيي. شي علاش لو روبو اللي خدينا سي ان روبو اللي كي سيكوريتير وكي دو رونومي مونديال، وراه غادي في واحد التطور باش يمشي. دابا راه كاينين 3 غيتانستالو في لوروب، ولافريك راه بدات بينا وعاد من بعد تونس، ودابا جو بونس السنغال حتى هي باغيه تمشي في هاد القضيه. ثانيا حنا كاع المتخصصين كاع الاختصاص اللي فيه الجراحات البوليه، الجراحه ديال المسالك البوليه، جراحه ديال الويرين ديال الاذن والحنجره، جراحه ديال الصدر والجراحه الباطنيه وجراحه ديال النساء. هاد كاع هاد الجراحين كلهم منخرطين. والان جا عندنا حتى جراحه القلب حتى هو قال لك بان بغا يدخل معنا في هذا البروجي. دونك راه غادي نفورميو البيرسونيل ديالو في الكليه، ومن بعد ديك الساعات خصو يبدا جراحه القلب بالروبو، لانها في الغيتريسمون ميترال كتعطي واحد النتيجه احسن من الجراحه العاديه. دونك هادشي في الاعداد والتخطيط. شي حد يجاوب على شي حاجه ولا ملي جاو عندنا جاو شافوا غير كيفاش شرينا، شافوا الروبو دخلناهم شافوا الروبو. ملي جاو هما ديك الوقيته المستشفى الجامعي ما كانش بدا، مازال ما بداش، وهما ملي شراوه حتى داروا العمليه. ملي جابوه حتى داروا العمليه استغرقت لهم مده 6 شهور باش داروا العمليه الاولى. حنا ملي بدينا شي فوقاش بدا في نوفمبر، درنا العمليه في جونفي. دونك حنا بالعكس حنا اسرع، حتى هما صيفطوا لنا رساله باش يقولوا لنا زعما كيفاش درتوا هذا. والمشكله هما بداو العمليه الاولى في اختصاص واحد، مازال ما قدروش يوصلوا ل3 الاختصاصات. علاش؟ لانه من النهار الاول جا غير واحد اختصاصي، واحد اللي بغى يوصل للعمليه، وهذا دابا وقع عنده مشاكل بزاف باش ينجح بوحده. الا حنا مشينا حنا 3 وحنا ما شاء الله بحول الله غنوليو 5، يعني كل واحد غادي يجيب ليكيب ديالو غينجحها. وعاد عاوتاني سولوني كيفاش درت سونتر دو فورماسيون. حنا عندنا كليه قريبه وصابنا خدينا هنا سيمولاتور دو روبو، دونك سكيفي حنا عندنا شويه السهوله. داكشي علاش دابا هما ودينا الكونفونسيون باش يجيو يديروا الفورماسيون ديالهم للتخصصات الاخرى. مرحبا بكل الصحافه الاعلاميه، الناس ديال الاداره، الناس التقنيين،
كنشكركم بعد على هذا الحضور الكثيف وهذا القيمه المضافه اللي بغيتوا ديروها لهذه المدينه العزيزه. اول حاجه خصنا نرجعوا الشكر لصاحب الجلاله لانه هو بفضله باش كنا نخدموا في هذا السبيطار وفي هذه التقنيات، والحدث كيعكس الاراده القويه ديال الوزير ديالنا لانه عمل بنفسه على احداث هذا الانجاز. وكنشكروا الناس اللي ليكيب ديالو والطاقم ديالو اللي عاونا بزاف في الديماراج ديال لوبيتال سي اش محمد سيس، وثانيا على الديماراج ديال لا شيروجي روبوتيك دون ان اوبيتال اي دون ان ايتابليسمون بوبليك، يعني في القطاع العام لاول مره. اول حاجه قبل ما نهضر معكم على الروبوتيك باش تفهموا شنو هي الروبوتيك وليستوار ديال الروبوتيك، يعني شنو هي القصه ديال الروبوتيك في العالم. الروبوتيك في العالم بدا في 1998، ديك الساعات بدا في واحد المنظومه لان هي المنظومه كانت ما كانش اللي عارفها فين كانت، بدات في الولايات المتحده. علاش؟ لان ديك الساعات بغاو يقللوا من الخطا الانساني، هو هذا البيت الاول ديالو. وثانيا جات هذه الفتره ديال العام ديال 2000 هو اللي بدات الجراحه، دارت اول جراحه في 98 على الدماغ. علاش؟ لان الدماغ نعرفوا ان الجراحه ديال الدماغ باليد الفرق بينها وبين الروبو كانوا لقاو بانه فرق كبير، دونك لقاو قالوا بان هذه الجراحه بالروبو غتعطي اكثر دقه فعلا. من بعد جات واحد الفتره ديال هذه الفتره ديال 2000 حتى 2015 ديال ولا هذا الروبو شائع، يعني فتره ديال التطور الروبو، يعني ولاو كيخترعوا روبوات جداد، ولاو تي حتى العمليات ولاو كيديروهم بزاف ديال التخصصات. وديك الساعات جات واحد الشركه رائده في الولايات المتحده الامريكيه لانها دارت بزاف ديال لا ريشيرش في هذه المنطقه في هذه المنظومه، ولقاو لقاو واحد الروبو اللي هو يقدر تستعمل لكل شيء التخصصات. داكشي علاش ديك الساعات نجحت العمليات الاولى، ولا الروبو كيدار في جميع المستشفيات الاوروبيه وفي جميع المستشفيات في الولايات المتحده. في المغرب خصكم تعرفوا بان اول روبو اللي تكوموندا وعطانا حنا الموافقه ديالو هو ديال مدينه اكادير. حنا من ديك الساعات فرحنا بزاف، وديك الساعات اونجاجينا جميع التخصصات باش نحاولوا نديروا هذه الجراحه. وفي ذاك الفرق ذاك الفتره اللي حنا كنتفورماو وكيتفورماو الناس، وحنا كنا في البيريود داكيزيسيون ديال الروبوتيك، تانستالو بزاف لي روبو في المغرب، وصلوا حتى ل 6 ولا 5 ما عنديش لو شيفر اكزاكت في القطاع الخاص. وبداو ولونساو القطاع الخاص، ولا القطاع الخاص نقدر نقول لك رائد في الجراحات الروبوتيه في المغرب، حتى وصل بدينا في لوبيتال المستشفى الجامعي ديال محمد السادس. وديك الساعات شهر من بعد الافتتاح ديالو بفضل هاد التجربه ديال الجراحه ديال الجراحين والانفستيسمون ديال كاع التخصصات، قدرنا نديرو اول وثاني وثالث ورابع، وصلنا دابا العمليه الرابعه بالجراحه ديال الروبو. ولكن الخاصيه ديالها هي اول مره في المغرب غادي ديروا تخصصات بثلاثه غيديروا العمليات، واول مره في المغرب اللي غادي تكون بطاقم مغربي مفورمي في المغرب ماد ان موروكو 100%، ومن التقنيين ومن الممرضين ومن الجراحه. وهذا شرف كبير لينا ونفتخروا به ما شاء الله بحول الله. هذه غير البدايه ديال المسار، لان هادشي مازال عنده لا غونطابيليتي ديالو ما غاديش تبان من دابا، ولكن حتى وصلوا لان خصكم تعرفوا لي شيء، لان خصنا نوصلوا نفوتوا 200 حتى 250 حاله في العام باش يقول لي هذا الروبو رونطابل للناس. ثانيا هذا الروبو شنو هو الفرق ديالو؟ الناس اللي يقول لك هذا غالي بزاف، شنو هو اللي غادي يعطيني الفرق بينه وبين جراحه عاديه؟ الجراحه عاديه هي عندك واحد سيكاتريس من الفوق لتحت كبيره، الم كبير، وكتشوف بالعين المجرده، يعني داكشي اللي كتشوف. خصكم تعرفوا بان الضوء
عنده رؤيه ثلاث ابعاد 3 دي. وهاد الرؤيه ثلاث ابعاد كتنقص لك 80% ديال الرعشه ديالك. يعني طبيب اللي تيكون هو في الرعشه ماشي هو طبيب عادي. يعني نقص الرعشه ب 80% راه الدقه كتولي اكثر، وكيولي الشوفه 10% 10 المرات داكشي اللي كتشوف. يعني كتقرب هذاك، نقول لك هذا الستيلو بحال غتشوفو بحال هكذا وبواحد الطريقه اللي هي كلير. يعني عندك الديتاي ديال الديتاي اللي كتقدر تشوف. وثالثا هو هاد المنظومه اللي جات جديده في هاد الاحداث، هاد لي روبو جداد ديال 3 جينيراسيون اللي ولات فيهم المنافسه والتطور. يعني كل نهار كل عام تيخرج شي حاجه جديده مع هذا الشيء ديال الذكاء الاصطناعي. حنا عندنا اخر التقنيات. يعني الذكاء الاصطناعي تيعاونك. يعني نعطيكم غير مثال بسيط، شي واحد بغى يدير واحد لو جيست بوحدو دغيا الروبو كيتانيلا. يعني السيكوريتي للمريض كبيره جدا. هذا الشيء علاش خاص نعرفوا بان هذا الروبو راه هو غادي يعاون الطبيب، لان الطبيب اللي تيفتح الجراح اللي تيفتح غير هو اكثر دقه وكيعطيه واحد الكونفور هو ليه كثير ودقه للمريض. يعني التقنيات اللي البلايص اللي ما نقدروش نوصلوا لهم باليد العاديه تنوصلوا لهم بالروبو، لان الكاميرا ديفلوبي وعنده 4 اليدين، وعاوتاني هو الروبو عنده 4 الابره. يعني 4 ابره هو العينين و3 الابره بحال كنفتحوا ب3 اليدين. يعني كاين واحد المساعده في وسط العمليه ديال انت كتعاون راسك. ما كتقدرش تكون عندك بالمنظار، ما تقدرش تكون عندك بالجراحه العاديه. ثانيا هذا الحدث خصنا نقولوا بانه الانجاح ديالو انها خدمه جماعيه. المجهودات ديال الاطر الطبيه وكنشكرهم، الاطر الممرضين كنشكرهم، الاطر التقنيين كنشكرهم، والاداريين اللي عاونونا